سعادة الجندي المجند إبراهيم، النهارده كانت إيه معنوياتك؟ المعنويات بترتفع طبعا يوم لليوم اللي وراه. احنا مبسوطين بالتربية العسكرية، ودوت مش هيغير فكرنا عن حكم العسكر. المعلمين بتوعنا ماشيين هم بالصلاة على النبي. معلم محمد ماشي. قائد المجموعة بتاعتنا مجموعة مختلطة. تمام. فالتربية العسكرية مش هتغير فكرتنا، هي بس انضباط، التزام. احنا لازم نفرق بين العسكرية الجيش المصري وبين المجلس العسكري الفاسد. اتمنى اخش الجيش المصري طبعا، لان هو فخر لاي حد طبعا، لكن المجلس العسكري عار لمصر كلها. قيادات فاسدة، وممكن الجميع يختلف معايا فيه. حضرتك انت وشك طالع يعني ممكن تتعلق. فاحنا يعني خدنا حاجات كتيرة كويسة في التربية العسكرية، منها طبعا محاضرات بتاع كل يوم بيعلمونا فيها علوم عسكرية. طبعا احنا ما خدناش فيها غير حاجة واحدة بس، الحرب الكيميائية. الحرب الكيميائية. وبقية المحاضرات طبعا كلها هزي، يعني كله بيطلع يسأل أسئلة رخمة وبايخة. هو يا فندم ممكن اروح معاكم الرحلة بتاعت بكرة؟ يا مجند نادي، تقول ايه للتربية العسكرية النهارده؟ والله احلى من التربيه ان انا تعرفت على ناس جديده، تعرفت على ناس هتفضل زمايل على طول ان شاء الله. ان شاء الله. مبسوطين بالتربيه جدا. لو سمحت ما بنتفرجش. هو ده شغل مجندين؟ مبسوط بالتربيه جدا، كنا فاكرينها اسوأ من كده ولكن طلعت لذيذه جدا الحمد لله. فاضل اسبوع واحد نخلص. اتعلمت حاجه حلوه مفيده؟ اتعلمت كتير، اتعلمت ان انا اصحى بدري غصب عني. اتعلمها ما تحصلش، مش هتحصل تاني. دي اخر مره ان شاء الله. ازاي بتحترم القواعد والالتزام، ازاي بتحلق دانك تحلق دانك، تمام، ازاي بتقوم الصبح تقوم الصبح، بتنفذ القوانين. مشكلتي يعني حاجه كويسه. خلاص يا فندم، خلاص. نسعد بالجيش المصري. تمام، نسعد. لا يأس من قياداته. تمام. ونريد التغيير. خلاص يا باشا، احنا مش في الجزيره الوثائقيه احنا. استنى يا عم، في مجند تالت يا عم. يا مجند عبد الله. انا اللي كنت بصوركم دلوقتي، فطبعا انا الاخير. والله التربيه العسكريه شيء مشرف وشيء جميل. اللي ورا المجند عبد الله. التربيه العسكريه هم طبعا ما كانتش الزاميه لكل طلبه الجامعه، كانت الانتظام بس. فهم عملوها تفاجئتنا. فهم شفت بقى، اتفاجئت. فهم راحوا مطبقينها السنه دي على كل الطلبه، انتظام وانتساب، ولغوا الاي سي دي ال. طبعا هم السبب ان هم يطبقوها على قدامك 20 جميع سنه الطلبه، ان هي لسه طبعا الفكره عشان عايزين يغيروا الفكره عن الحكم العسكري وبتاع. بس طبعا احنا الفكره مش هتتغير، عارفين 19 قيادي بتوع المجلس العسكري فسد اولاد كلب. ما قلنا من غير شتايم، قلنا من غير شتايم يا عم الحاج. مجند محمد. لا هو اللي بلاش يا عم، يا عم واحنا يا ما تخافش والله. لا ربنا الفيديو ده يا عم امن، ده معايا انا ما تقلقش. قول لنا بس، قول لنا ايه اكتر حاجه استفدت فيها يا عم. يا عم وانت في ايه؟ تصور فيلم. اكتر حاجه ضايقتك من التربيه العسكريه واكتر حاجه فرحتك في التربيه العسكريه؟ اول حاجه انا مبسوط جدا ان انا اول حاجه اتعرفت على ناس زي العسل زيكم والله. ربنا يخليك يا حماد، ربنا يخليك. والحمد لله انا مبسوط اصلا بيها وكده. يعني كنت فاكرها ان هي حاجه صعبه قوي، بس الحمد لله حاجه لذيذه جدا. الكلام ده انا سمعته من شويه. انت تاني، انت تاني، ده الراجل اللي ورا المجند. ممكن تكون سمعت قبل كده، بس ده فعلا كل في القلوب يعني. طب يلا بقى عشان نرجع. طيب واخر اكتر حاجه بقى ضايقتك في التربيه العسكريه؟ ارجع يا عسكري. لا مفيش حاجه مضايقاني بصراحه منها، هي المحاضرات بصراحه هي اللي رخمه جدا، واسئله العيال الطلاب اسكت حكم العسكر. واسئله الطلاب اللي جوه مستفزه جدا. هي العيال مستفزه بصراحه. الطلاب اللي معانا بيسالوا اسئله رخمه جدا. بس يا باشا احنا نورتنا في الحلقه بتاعتنا. مره ثانيه انا سعيد بمعرفه عبد الله والله العظيم انا اسعد وحياة ربنا. ويسكت حكم. اعوذ بالله، اعوذ بالله. نحب نعرفه مجال ان الكارت فاضي وقاعد يقول له ايه لازم اذاكرها لازم اذاكرها. اشتغلنا؟ لا والله لا شغال والله. وريك احنا الثلاثه كده. هيما هات احنا الثلاثه. الله اكبر، الثلاث مجندين. الله اكبر، الله اكبر. يسكت ايه؟ حكم العسكر. يسكت. معاهم